مواد ملونة للكناري اللون اللي موجود بيه لون أحمر، واللي يسمى ريد فاكتور بكل أنواعه، لأن هاي كان طلب بعض أصدقاء المربيين من خلال جروب موجود بالواتساب. ننتظر إذا يوجد أحد باللايف، لأن لحد الآن ما رأى أحد. ننتظر بعد دقيقة إذا لم يكن هناك أحد حتى نتكلم بالموضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ حيدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد مصطفى. نعم أخ إبراهيم. أخ إبراهيم، طبعا أي سؤال يطرح عن الطيور أخذه على محمل الجد وجد جدا. أحد المربيين بالجروب مال بيانيتا عراق سأل سؤال أو طرح سؤال كيف نقدم، يعني نشرح كيف يقدم مواد ملونة. مع العلم إحنا شرحنا هاي الموضوع من قبل باللغة العربية أيضا، موجود بالصفحة كاردينال باللغة العربية اللي هو مستلزمات وتغذية الطيور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عمر. لأن بصراحة هو موضوع مثل ما من سنة 2009 و2010 يمكن هناك أكثر من 40 موضوع حكينا به عن تقديم مواد ملونة للكناري ريد فاكتور. بالنسبة لي يعني ما عندي أي مشكلة، بس قلنا أفضل ما أعرف الصوت جيد لو مو جيد. أخي إبراهيم، أنا سويت سنة اللي فات تجربة مع كناري مع زبرا فينك الأبيض والملطش، وقدمت للأبوين يعني أسبوعين قبل وضع الأنثى البيض الزبرا، ولحد ما كمل الريش ولا أخذ يعني ولا يعني اللي ماخذه واللي ما ماخذه تخليها جنب بعض ما تشوف الفرق. الزبرا فينك ما مو بس الزبرا فينك، الطائر اللي ما ياخذ اللون ابد ما ياخذ اللون حتى لو كان الاورنج ايضا. نور بيك اخ بيكو. تسلم اخ عمر.
صوت ناصي. ودورت على هاي الموضوع بجد، لأن المواضيع كان كثيرة، يوميا أنزل أكثر من موضوع بالفيسبوك، يعني ما وجدتها. وهاي كان تجربة من أول يوم الفقس حتى الفراخ كبروا، يعني ما يعني هو نفس اللون اللي يقدمه الكناري والسيسكن الأحمر. تسلم حبيبي أخي إبراهيم. والمشكلة يعني هو أحد مواضيع مهمة، هو مفهوم المربي أو اللي يربي الطيور، مو بس الريد فاكتور، هو مفهوم للون. يعني هو اللون احنا نتوقع انه اي طير نعطيه، والان يتكلم عن ريد فاكتور اللي مو مال بينيتا. انا جربته لان هاي ما ينظل طبيعي. اخي ابراهيم ان شاء الله نسوي عليه فيديو خاص افضل، قصدك اللي ناتف الريشه او اللي كان عنده مشكلة بالكبد، ما أعرف يعني، ما أتذكر والله حبيبي. اليومية يجيني هلقة صور والرسائل والاتصالات أنسى. إذا لا يوجد أحد يعني يتكلم عن ريد فاكتور أو يسأل، أو لأن إحنا تكلمنا ويا أخ عمر بالنسبة للون البرتقالي للنرويج. هو لما الطير يعني هو أهم شيء إحنا لازم نقدم مواد ملونة للأنثى قبل ما تضيع أول بيض بأسبوعين، حتى تثبت اللون بالبيض، بالصفار البيض. تمام. وأنا قلت له هاي بداية أو كان من كابينال أرسل له إياه. أهم شيء البرد عمر، مثل ما قلت احنا لما نريد نثبت اللون ويطلع لون بشكل يعني باهت وجميل، اولا لازم احنا نقدمه للانثى قبل باسبوعين قبل ما تضع البيض. هاي اولا. ثانيا، او من اول يوم تفقس البيض يعني الفرخ، نقدم المواد ملونة، ويظهر ذاك الوقت يظهر بمرحلة القلج بشكل جميل. هاي النقطة. بس إذا إحنا قدمناه من لما يعني من اليوم اللي يفقس الفرخ، قدمناه بأول تبديل الريش، لأن إحنا نعرف اللي يبدأ التبديل الريش من الشهر الخامس أو السادس، مرات مرتين يبدل الريش، يعني مرتين يدب يعني يحصل هاي لما يكون فترة أطول للمرحلة القلش. والأهم من هذا تعامل المربي اللي أحس به وشفته بالعراق، يعني عندنا بالإقليم يبدل أكثر من مرة يعني بسنة. هاي يطلع مرة ثانية يطلع لون أفضل وأجمل. هاي النقطة. والنقطة الثانية، كيف تقدم المواد ملونة. يعني عندك أنت طيور تقدم له مواد ملونة. أكو طير يعني ياكل الباتية اللي موجود بها مواد ملونة يعني بشكل مطلوب، واللي ما ياكلها بالشكل المطلوب ما يظهر اللون بالشكل المطلوب. سيرشار كناري ان شاء الله تعالوا كاتب زايد شو انا بيت. ولهذا اللي نسميه الكناري اللي موجود بالشمال عندنا يطلع دائما لونه طوخ او جميل، لان اكثر هاي الانتاج هاي الطيور يكون انتاج شهر 11 او 10 او 12. وهاي الطيور يبدل الريش مرتين، يعني لازم مرتين. اول مره التبديل الريش اللي نسميه الجزئي، اللي فرخ يذب الريش وهو فرخ، ولما يدخل مرحله القلش الكلي او اللي هو مطلوب بالصيف، هاي اللون يصير كل ما اعطينا فتره اطول
يصير لون افضل او اجمل. اخي ابراهيم بالنسبه للكبد، احنا اني دورت على هاي الموضوع، بس بجد ما يعني ما وجدته بالفيسبوك. مرات ادور على الموضوع ما اشوف، ما اجده، بس ادور على الموضوع ثاني يجي قدامي، او راسا يجيني يعني بس هالمره انا قررت لما اشوفه انزله. احنا كان عندنا قبل ما نستخدم سوبر ستار ابلو، أنا بالنسبة لي طول السنوات اللي ربيت بها الطيور أو الكناري أو حتى السيسكن كان عندي مرض نقطة السوداء. دائما لما يكون عندي مرض نقطة السوداء، طبعا 90% بالتايلوسين، هاي مرض نقطة السوداء يعني تعالج. بس لما يصير الفرق عمره فوق اسبوع لحد 10 ايام، تشوف الكبد صاير بيه اللون مثل اللون الطير اللي عندك. بس احنا ما نعطيها اي شيء، لان موجود بالباتيا سيلي برو وموجود انزي كومبلكس، واحنا نقدمها طول السنه من غير توقف. يعني طول السنه خلال اسبوعين او 3 اسابيع يصير الكبد الفرق طبيعي وما بها اي شيء. وعندي هاي كلها مسجله يعني بالفيديوهات يوميا. يعني مره طبعا عندي موضوع خاص اكثر من موضوع، ومره انا صورت بطن فرغ، لان قلنا هاي الفرغ عنده تشحم. وهاي واحد اصدقاء سالني عن قال ليش الجانب الايمن للطير بيها هاي الزرق، اللون الازرق. وانا شرحت هاي بسبب التايلوسين او اي سبب اخر، بس من خلال السيلي برو انزي كومبلكس والمواد الاخرى اللي نقدمها بشكل مستمر للطير او للفرق. طبعا ابوين وابوين يعطيها للطير، وبعدين يبدا الفرق ايضا يعني بنفسه ياكلها. ما يبقى هاي، ويعني هو علاج، لان هاي مو مرض نقول مرض، هاي بسبب التايلوسين. الأخ كناري يسأل إنه كان عنده جدري. كاك كناري جدري قرصة علاج كردني، بلام أبي تعقيمي كي همو بابلين طولة كان هموش تكاني ناو قرصة دعي بزيكي زيكي تركي شكت شاي بي اس ريديا قاتشي قاتسر باشتي جوا انتباهاتيكي بقوتي بيتي حول روش دعو سر روش آويتي دعو بينز روشيش دوباره كيتو. وإذا هناك أي سؤال آخر، لأن ظاهر يعني الجماعة ما موجودين اللي يهمون موضوع اللون الأحمر، إحنا موجودين باللايف. إذا أي سؤال آخر إحنا بخدمتكم، حتى لو خارج نطاق الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد سركون. طبعا أخ حيدر، هو هاي الجمال أو المتعة بالتربية أي نوع من أنواع الطيور، أن إحنا نقدر يعني مو نلعب، يمكن انتم تسموه نلعب، يعني نشتغل على الجينات، يعني على اللون، ان كان اللون، حجم، اي شيء. اهم شيء انت تقدر يعني. هو مو شيء سهل. مثلا احنا ايضا بالكناري اللون الاحمر، خاصه الزبرا بينك اللي عندي، اذا تلاحظون هاي الطيور عندي من 2012. ولان اني
فترة طويلة أنت يعني تزاوجت طيوري بالعراق، أخذت الطيور كلها وما بقى عندي هنا بالألمانيا إلا عدد قليل، وبديت وموجودة عندي الحمد لله. هاي صار لي سنتين ركزت على الطيور وتجيب دم جديد، وأعرف أي دم أجيب أو أي دم أني أريد أشتغل عليه. وأنت لازم يعني تجيب الطيور، بس المشكلة هون المربي اكو يعني كثيرين يسالون هذا السؤال. احنا ما نقدر نشتغل على مجموعه مواصفات، وكل سنه انت لازم تشتغل على صفه او مواصفات خاصه حتى توصل له. يعني مو سهل، او يعني كل ما كان ازواج عددها اكثر يكون انت تقصر الطريق وتوصل اسرع. اخ عمر، مثل ما قلنا اولا احنا لازم نكون متاكدين ان الطير اللي احنا عندنا هو، لان مو كل طير ياخذ اللون مثل الطير اللي يعني مو كل طير نفس الحاله. اذا كان نفس الشيء يعني ما كان اكو هاي المنافسه بكل العالم. اهم شيء مثل ما قلت، اللي عنده كناري اللون ان كان اصفر او الاحمر، انت لازم تفكر تقدم مواد ملونه للاناث اسبوعين قبل ما تضع انت اقل شيء يعني اول بيض، وتستمر لحد ما تكمل هاي الطيور الفراغ او الكبار يبدلون الريش. هاي نقطة. بالنسبة للموزايك قاعدة يختلف، هاي غير قاعدة. سلاوسة تشاوكاك اللي بانجن. ليش أنا خليت السؤال والجواب أو استفسار والجواب حتى نشوف يعني، لأن موضوع أخ عمر أنا يعني عندي أكثر من 40 موضوع يعني متكلم بهاي الموضوع، بس أتوقع لحد الآن أكو أسئلة كثيرة أيضا ما مجاوب عليه يعني، لأن هاي مواضيع يعني عميقة جدا. قرب شان حازر بنا بيزوز وجود بن أخ عمر. يا ريت تشرح كيفية تطوير جينات الكناري عن طريق التزاوج آباء وأمهات والأبناء. أخ عمر، طبعا احنا كلمنا عن هاي الموضوع. الوحيد اللي تقدر، أو ليش أنت تقدر تقول تقدر، يعني أنت مضطر أن تتزاوج آباء ويا البنات مرة واحدة، يعني انت بطن واحد. وهاي ليش نقول بطن واحد؟ لأن أنت عندك 25% عامل القاتل. هاي بس بالكناري الصوت. أنت عندك خط وعندك الطيور، تريد هاي الطيور تبقيه، خاصة احنا نتكلم عن الفحولة واللي بالكناري الصوت. انت تقدر يعني اذا ما عندك يعني ما عندك دم جديد يعني، او تريد يعني انت وصلت لمرحلة هاي الطيور تريد تبقى بنفس الخط، الا مرة واحدة تقدر تتزاوج الاب ويا البنت، او الام ويا ابنه بطن واحد، وهاي لكي تحافظ على السلاله وما تخليها مرتين. اهم شيء انت شو اللي تريده يعني اخ عمر. يعني هسه اليوم انا حكيت ويا مربي تمبرادو، هو شرح لي بعض مواضيع يعني مو سهل بالنسبه لي كان صعب افهمه، لان هو موضوع يعني مثل ما قلنا عميق. بس اهم شيء انت لازم توصل لمرحله ان يكون لك خط انتاج خاص، وهاي تحتاج اقل شيء 5 سنوات. همون تیری تو چجوری بینی باشه کار کناری ای باشه.
كناري عربية زاني اگر وەڵام بیتەوە من چکە پرسیارەکە جوانە بۆی بە عەرەبیش باسییەم من بۆ فرۆشتنەوە نازانم بەس نعم عمر بس هاي لما توصل لمرحلة انك ما تريد ان تتغير بهاي الجينات اي شيء يجي بس دائما المربي حتى المربي انا حكى لي يومه اول على المانيا وطيوره وسمعت بيه وسالت قالوا لي هو طيوره كلش قوي هو يقول انا سنويا اشتري فحوله جديد 2 أو 3 من اسبانيا يعني دائما انت محتاج دم جديد اذا ما تخلط ويا دم جديد يكون عندك مشاكل بس بالنسبه للكناري الصوت اخ عمر لا كناري شكل ليس نفس الفكره لان كناري شكل دائما يكون عندك الاحتمالات اكثر لان الكناري الصوت انت تعرف يعني كل مربي له خط انتاج خاص به يعني هو يفكر خاصه النغمات الكناري اللون والشكل ليس نفس الشيء يا عمر اي دست خوش بك كناري طبعا كان سؤال اخ كناري هو سأل بالكردي بس سؤاله عجبني وسألته اذا كان طلع الحمد لله يعرف عربي سؤال هل من الافضل ان تتزاوج بين ريد بلاك والريد بلاك والايزابيل احمر وايزابيل احمر ام يمكن من اي تزاوج بين ريد بلاك وايزابيل احمر لانتاج جمال من ابائها كناري اهم شيء انت يعني انت تقرر هذا الشيء حسب كناري اللي موجود عندك احنا لما نتكلم عن ريد بلاك الريد بلاك يتزاوج ويا الريد بلاك وخاصة احنا عندنا الميلانين يعني احنا نتكلم عن كناري ميلانين واهم شيء بالنسبة للميلانين النقطة الاولى والمهمة هو خطوط الميلانين اللي موجود بالطير اذا طير يعني الخطوط الميلانين اللي موجود مو قوي يعني اسود اللي موجود مو قوي او مثل ما هو مطلوب او الخطوط يعني مو مستقيمه مثل ما هو بالستاندر موجود بالقياسي هاي انت تشتغل عليها يعني طبعا الريد بلاك تقدر تتزاوج اكثر شيء ممكن يسوون اوبال يسمون لا دائما لون الريد بلاك خليني هسه اتذكر بس بالنسبه للايزابيل اذا عندنا ايزابيل احمر واغاد احمر دائما انت افضل طريقه هو اغاد وايزابيل دائما هاي افضل وايزابيل اغاد واغاد افضل مرات المربي يشوف الميلانين اللي موجود كوبالت الريد بلاك كوبالت هو افضل شيء كوبال تتزاوج ويا كوبال لتحسين الخطوط او حسب الطيور اللي عندك بس لازم بلاك ويا البلاك لان يعني بلاك قوي ما يخلط ويا اي لون اخر يعني مثل مع البني براون لا ويا الاغات ولا ويا الايزابيل لكن الاغات انت لما يكون عندك الميلانين الموجود ضعيف يعني مو اللي تريده تتزاوج ويا البلاك بس تحتاج
اقل شيء 3 سنوات اقل شيء حتى تطلع اللون الاسود بالاظافر او ارجل او المنقار، حتى يطلع لك فقط يعني تخلي الميلانين افضل واقوى. بس بالنسبه للايزابيل، ايزابيل هو دائما افضل وهي الاغات حتى تقوي لون الميلانين. الايزابيل الموجود بالاغات هيك يعني هو الموضوع. هاي حسب الطيور اللي عندك. بس تزاوج ايزابيل ويا البلاك هاي ما يصير ابد. بس قلنا ويا الاغات لكي تحسن اللون الميلانين اللي موجود بالاغات لازم تقدر تتزاوجه ويا الريد بلاك، بس تحتاج 3 بطون اقل شيء حتى تطلع هاي اللون الاسود بالارجل والاظافر والمنقار. نايزاك محمد يسال هل استطيع اعطاء الصبغه لكناري الصوت؟ تقدر تعطيه، بس بالنسبه للكناري الصوت اللون يعني ماكو يعني لا يفرق، اهم شيء الصوت. هسه احنا لما نتكلم عن كناري اللون والكناري الشكل، الميلانين مثلا الليبوكروم ابيض يدخل مسابقه ويا الابيض. الدومينانت اللي بيه اصفر بالجناحه يدخل ويا الدومينانت. الاصفر الاحمر ويا الاحمر. لما ندخل على ايضا بالكناري لون الميلانين جميعها مع بعض، انت نزيب مع انت نزيب، شيمل مع شيمل. وبالنسبه للشكل ايضا نفس الشيء، الملطش موجود 25% يدخل ويا 25%، اللي 50% ويا 50%. الملطش اللي موجود ال 75 مع 75، والميلانين ويا الميلانين. بس بالنسبه للصوت الحكم لا يرى اللون، لا يرى حجم، لا يرى اي شيء، اهم شيء الصوت. الطير يكون رولر او تمبرادو او الوتر سلاجر، يقولون اكو نوع جديد. انا بصراحه بعد ما شايفه يعني شلون تتعاملون وياه، قرات عنه بس ما شفت يعني بعيني. هاي 3 فقط الصوت مهم. اخ حيدر، هو حتى مره واحده انت عندك المشاكل 100% يكون عندك مشاكل، بس لما تقول 100% قصدي يظهر مشاكل. و باحد مراحل، بس هو 25%، يعني نسبه عامل القاتل يكون او المشاكل يكون اقل. بس عاده هو اللي يصير يعني اللي انتم مشكلته، يعني المشكله هو وجود الدم الجديد اللي يعجبك واللي انت تقدر باي وقت تجيبه. بس المشكله اتوقع هو بالعراق او البلدان اللي يبداون جديد عاده ما يعني المربي المحترف ابد ما يتزاوج ابن مع اخت ابوه، مع امه، او بنت مع ابوه. هاي يعني ما يصير. هاي يصير عندك مشاكل بعد مراحل، يكون عندك مشاكل، قد يكون عندك مشاكل. والمربي اذا موجود دم جديد يجي دم جديد ويدخلها بالطيوره. طبعا حيدر، واتوقع المانيا باوروبا يعني من اكثر الدول اللي موجود بها باغلبيه المسابقات البادجي انجليزي. بس المواصفات، مع احتراماتي، وانا حكيت بارحه ويا احد اصدقاء وقلت ارجو ان لا تزعل، او البادجي اللي يسموه شامبيون هاي ما يدخل المسابقه، هاي مرفوض. يعني مثل الزبرا فينك الانجليزي ما يدخل المسابقه، هاي مرفوض، لان طائر
هم يريدون طيور يعني يتطور إلى الأفضل، مو بالنسبة فقط مستواه، بالناحية الصحية أيضًا. أنت تشوف إحنا ما نحكي عن يعني بادجي إن شاء الله بالمسابقات الجاية أصور لكم يعني شوف بادجي اللي يسموه الشامبيون قبل 3 سنوات منعوه ما عاد أعرف هسه هاي السنة نشوفه أو ما نشوفه، بس الزبرا بينك إنجليزي ممنوع، لأن تشوف الطائر واقف بس ياكل يشرب وواقف، يعني هاي مو تريب بصراحة، يعني هاي إحنا جميعنا نعلم أن متعة بتربية الطيور هو أن يعني تحرك الطير. أهلا بك حبيبي أخ هيثم عباسي، تسلم لي حبيبي، منور بيكم. إخوان إذا لا يوجد بعد أسئلة هاي كانت تجربة أولى، إن شاء الله يكون لنا لايفات أخرى يجي أفضل يبقى بيوتيوب وما تتمسح ويقدر أي مربي بعد هاي يشوف الفيديوهات. تفضل أخ حيدر. أخ حيدر أنا صار لي من 2009 دخلت المنتديات العربية وبعدها دخلت منتدى اللي نحكي به بالكردي بالمنتديات او الجروبات الكرديه والعربيه، ومن 2014 فتحت معهد الكاردينال. بعمري ما يعني انا ما اقدر انصح اي شيء يربي اي نوع من الانواع، اهم شيء المربي يربي الطير اللي يشوف يعني بيها متعه. لما تشوف تربية أي نوع من الأنواع الطيور المتعة صدقني تتطور وتتطور بشكل علمي وصحيح، ليس مثل ما يحصل مع الأسف الشديد. احنا نتكلم عن العراق، ما عندنا علاقة بأي مكان آخر. العراق بشكل كلي عندنا وعدكم انتم تعرفون فترة الكل يربي نوع واحد لما يكون إنتاجه غزير أو يعني يكثر بالبلد. شوف هاي الطيور نازله الجميع يبيعها وبعد ما يكون لها اثر، مثل الكناري اللي كان احنا قويين جدا، وبعدين بالحمام الملكي الماسي، بالبادجي الريمبو، بالما اعرف شنو. هاي بصراحه مشكله. وهسه لحد الان اكو جماعه عندنا يحكون عن الكناري اللي يعطون مواد ملونه واللي تلون باللون طبيعي، وهاي كلها مع الاسف الشديد ومع احتراماتي للجميع هو تعامل سوقي، يعني مو تعامل يعني احنا حبيبي احنا اللي اذا تلاحظ احنا ب 2009 تكلمنا عن الجمعيات. ب 2013 كانت عندنا زبرافين كلش جميل، وعندي فيديوهات كان عندنا بادجي انجليزي مستويات حلوه. بس وين وصلنا؟ هسه احنا بعدنا نجيب من خليج، نجيب من مصر، نجيب، وهاي البلدان كانوا مع احتراماتي الشديد يعني هاي وقائع وهاي تاريخ موجود. هاي احنا كنا نسوي معارض وهم يقولون متى احنا نقدر نسوي هيك معارض او يكون عندنا مثل هاي المستويات من الطيور. مع الاسف الشديد اخ هيثم، الطيور اللي احنا نربيه جميعها من غير استثناء
إلا بعض منهم يعني مثل اللي هسه موجود، بعض الطيور معكوفة في المنقار مثل اللوريكيت اللي ياكل الخضروات. هاي الطيور اللي احنا نربيه، الطيور المنقار العدل اللي احنا نسميه. هاي الطيور مو طيور ياكل الخضروات او الفواكه، هم ياكلون بالطبيعه، في طبيعه اولا مواد طبيعيه وبفصلها لما يكون. ثانيا نباتات، هم ياكلون نباتات ما ياكلون خضروات. وحتى باوروبا المربي يعني انا ارى اللي يسوي سلطه او سلطه للطيور، والله المرات يعني المشكله بالخضروات والفواكه اولا خارج القفص. هاي الخضروات او الفواكه يعني الجو الخارجي يكون يعني مكان افضل مكان، او البيئه يتطور به البكتيريا او الفيروس او الفطريات او الطفيليات كلها. ثانيا لما تدخل الامعاء الطير، احنا كل شغلنا اللي نشتغلها بالطيور اللي نربيه نخلي الامعاء يعني ما يكون بها هالقد يعني المواد اللي موجود الرطوبه بها. وهاي الخضروات والفواكه لما يدخل الامعاء يخلي داخل الامعاء للبكتيريا المضره او للفطريات او الطفيليات يعني نصنع له جو او بيئه يعني تنشا به يعني او تنمو فيه. ولهذا تم صنع الباتيات باوروبا بعد كل هاي التجارب والهاي الدراسات، بانه افضل شيء احنا نصنع. هم يعني هاي التفكيرهم نصنع نوع من الاكل يعني او المكمل الغذائي ويا الخلطه اللي نقدمها، بانه يكون جاف او ما يكون مثل الخضروات والفواكه بها. يعني هم احنا جميعنا نعرف الفواكه والخضروات موجود بها اكثر نسبه من الرطوبه يعني او رطب. ولهذا هاي اخطر شيء اولا. ثانيا هل الخضروات والفواكه اللي احنا نقدمها لطيورنا تم انتاجها او زرعها او نموها بشكل طبيعي، او من خلال مواد كيميائيه اللي الطيور لما ياكلها مباشره يدخل جسم الطير. أخو عمل كاكا بخص كناي صوت نريد كناري تبران استواء قوية. إن شاء الله أخو عمر تؤمر أمر. عدي سراي أو هو سؤالين. أولا أخ هيثم يقول مثلا بروكولي والجزر. أخ هيثم، احنا تكلمنا بسنة 2012 أو 13 عندنا موضوع كيفية تقديم الجزر. حبيبي جزر يعني تقدر تقدمها للون، هو شيء حلو وجميل ويطلع اللون حلو، بس احنا لازم ايضا نحذر بانه الجزر يخلي البطن او الامعاء الطير يعني يعطي نسبه كثيره من المواد السائله، وهاي خطر مثل ما قلنا. المواد الملونه اللي تقدمها انت مثلا احنا قلنا هو اي نوع تقدم، هاي اولا. ثانيا المواد الملونه اللي انت تقدمها يعني هو المشكله اللي عند جميع يعني انا مجرب جميع اللي موجود بكل اوروبا حتى بكل عالم، انا جربته. هم لازما حتما يخبطون ويا نسبه من الفيتامينات ومواد اخرى، هاي اللي ينضر بالكبد. وثانيا ما هو المصدر للمواد الملونه البيتا كاروتين او كاروفيل او كانتاكسانتين اللي موجوده داخل هاي المواد الملونه اللي تقدمها للطيور. بالنسبه لي اقدم المواد ملونه ما يعني السنه ما اعرف 364 يوم اكثر او اقل
لا يوجد يوم أنا ما أقدم مواد ملونة لطيوري، وما عندي مشكلة كبد، خاصةً بعد ما قدمت الRed Factor المنتج مال بينيتا الRed Factor، وإحنا نقدم طول السنة ويا الباتية مثل السيلي برو أو الإنزي كومبلكس ومواد أخرى، وهاي كلها منظف كبد ويقوي عمل الكبد. لهذا ما عندي هاي المشكلة. الشركات الأخرى لما كنا نستخدمها دائما كانوا يقولون لنا المربين المحترفين انه احنا بعد ما يكمل الطيور القلش، يعني يتوقف قلش، بعد ما نقدم مواد ملونة حتى مرحلة التجهيز نعطي للإناث أسبوعين على الأقل، مع علم أنه أيضا كان يحصل المشاكل للكبد. ولهذا ريد فاكتور أنا استخدمته، وموجود الطيور اللي موجود بالمحل بسليمانية، موجود طيور ريد فاكتور بسليمانية إن كان الأحمر كناري الأحمر أو إيزابيل أحمر أو بلاك أحمر أو أي لون موجود. موجود طيور موجود 3 سنوات بالكاردينال، وهاي 3 سنوات لا يوجد يوم ما قدمنا لهم المواد الملونة الريد فاكتور، وما شاء الله طيور ما عندهم أي مشكلة. هاي توقف على أي نوع من الأنواع الريد فاكتور اللي تقدمها للطيور. أخ عديسرة، هل أفضل أستخدم صبغات طبيعية في أكل الطبيعة أم صبغة كيميائية مع استخدام نظافة؟ أتوقع أني جاوبت سؤال أخ هيثم وأخ حيدر صراحة. هل أفضل أستخدم الأستاذ صبغة تنصحني أخليها بالمال وهي الباتية؟ حبيبي أخ حيدر، إحنا بكل أوروبا المربين اللي يربون كناري اللي موجود بيها أحمر، ولهذا أنا أتأكد هاي النقطة لما نقول كناري ريد فاكتور، هاي مو معناتها كناري الأحمر بس، هاي جميع الأنواع الكناري حتى الموزايك اللي موجود بالريشة أو الجينات اللون الأحمر تقدمها. أفضل طريقة هو عن طريق الباتية، بشرط يعني طيورك يكونون متعودين على الباتية. وأفضل طريقة هو يعني حتى تتضمن أنه اللون يظهر بشكل مطلوب هو أن تستعمل كسكس. الكسكس إحنا نقدمها طول السنة ويا الكسكس يكون أفضل. يعني ويا الباتية السنوات اللي فات شفت طيوري أيضا ما كان عندي مشكلة، بس بالنسبة للسيسكن أحمر لاحظ بأنه ويا الكسكس حتى بالصيف أو مو بس بالمرحلة التجهيز او مرحله وجود الفراغ داخل العش هو افضل لظهور اللون. الماء هو افضل اذا نفكر لان الطير يشرب ماء يوميا يعني او بشكل مستمر. اي طير لازم يشرب ماء، بس المشكله انه يوسخ القفص او يوسخ الجدار اذا قفص يعني اللي موجود الايطالي او الصينيين اللي يجيبوه. وحتى اذا استخدمت الاقفاص مثل اللي عندي يصير داخل القفص كلها المواد ملونه، يعني يتوسخون القفص ونفسهم ايضا وارضيه القفص وخارج القفص. لهذا افضل طريقه هو تقديمها من خلال الباتيه. اخ هيثم عباس، تسلم حبيبي. هو هو مع البينيتا مو مع المحل ريد كاردينال، واحنا نجيبه احنا وكلاء، بس فعلا هو الريد فاكتور. واذا نخبط وياه لكل 7 جرام اللون الاحمر الريد فاكتور ويا 10 جرام روسو بريلاند يطلع لون يعني براق افضل. تسلم اخ هيثم عباسي. عدي الراي، والله بصراحه أنا لما أسوي لايف لا أعطي عنوان محلي ولا أتكلم عن بيع وشراء، لأن أنا أحب لما أسوي اللايف أسويه كمربي، يعني أحب نتعامل مع بعض كمربين، يعني بعيد عن البيع والشراء وال نسوي إعلانات أو الدعاية. لهذا أعتذر منك حبيبي.
أخ عمر كاكا، أين يوجد تمرد مستويات في أي دولة غير إسبانيا؟ أخ عمر، مو مسألة إسبانيا، هو إسبانيا قوي لأن هو منشأ، هو بس مو شرط إلا يكون التمبرادو من إسبانيا حتى يكون مستواه قوي. إذا هيجي لازم سنوي كل سنة على مستوى العالم يطلعون الطيور اللي بإسبانيا مستواها يعني على الأول، مو شرط، لأن هاي الطيور أصبح مثل ما تسالني الرولر الالماني او تمبراتو او الوتر سلاجر البلجيكي، يعني وتر سلاجر البلجيكي هو افضل من، هو اسمه وتر سلاجر بلجيكي، بس مو شرط ان يكون هاي الطيور انتجه بالبلجيكا حتى يكون مستواها قوي، او مو شرط اذا الرولر انتج بالمانيا حتى يكون مستواه افضل، او اللي نقول اي طير يعني هسه الان طيور موجوده بكل جميع العالم، وموجود كل عالم موجود، ايطاليا موجود، المانيا موجود، صحيح هو عدده اصبح اقل حتى باسبانيا مو مثل قبل، بس اهم شيء التغريد المستوى الطيور حسب، لان انت المربي كيف تدرب هاي الطيور، والتدريب اهم شيء. يعني على سبيل المثال كناري الموزايك هو أول ما أنتج، يعني حسب الأكثرية أغلبية اللي عندهم آراء هو بإيطاليا، بس مو شرط اللي بالإيطاليا يكون طيوره أفضل من اللي موجود بإسبانيا أو برتغال أو بلد آخر. أخ عابد حسن، أنا بقدم مع بلانكو كان تاكس جيد، أهم شيء يكون طيورك يعني اللون اللي ظهر هو مثل يعني أنت راضي عنه. أخ عابد حسن، هل تقديم الصبغة كان تاكس في بلانكو تعطي؟ أخ عابد، أنا أقدم اللون مع طول هاي السنوات اللي موجود بألمانيا، أنا قلت أخلي طيرين ورايا واخليها بقفص ويا السيسكن احمر، بس بعدين قلت ما يحتاج، 100% يعطيك اللون اللي تريده وافضل من الالوان اللي موجوده عندك كثير من المربين. يعني مو بس هاي الحكي، لان انا ما استخدم طي او منتج الا ارى نتائج عند المربين المحترفين، 100% يعطي النتائج، بشرط تتعلم طيورك من اول يوم ياكلون الباتيه، مو شرط تقدم بس البلانكو. هو اعزائي مو شرط، اكو مربيين مثلا انا للسيسكن احمر استخدم 3 انواع بلانكو اخبط ويا اليزيه ويا فيردورا، هو مال بيانيتا لونه اخضر، 3 اقدمه واخلط، هو فيردورا ما بقى عندي لازم اطلبه اخبطها واعطيها للطيور، والنتائج ما شاء الله كلش حلوه. مالك اكو مشتقة خاصة فعل الصبغة نهايتها رفيعة جدا. أخ عمر، ماكو هيجي شيء صدقني، ماكو هيجي شيء، ماكو، يعني اكو انواع مختلفة للمشربيات اللي يطلع قطرة قطرة، وهاي خطر جدا نضر بها كثير من المربين. هو افضل طريقة لتقديم المواد الملونة الباتية، بس لازم حتما تتعود الطيور الباتية، وافضل طريقة هو اللي يعني طيوره مو متأكد بانه ياكل الباتية يعني آه، كما هو مطلوب، يقدر المربي يسحب بالليل الخلطة البذور، والصبح لما تقدم الباتية ويا اللون حتى طيور ياكلها بشكل مباشر وشوف النتيجة. نعم أستاذ سهيل، اللي قصد منتجات بينتا مثل اللون الأحمر تأثيره كلش قوي على طائر الرفاق. تسلم أخ هيثم، ممنونين. أنا أستاذ أكو مشربيات خاصة بهذا الموضوع، شريط استيعاب إيطالي حتى لا توسخ الستار أو الأخفاف. لا يوجد أخ السيد مصطفى، لا يوجد شيء مثل هاي، يعني إذا موجود لا توسخ، لأن إحنا كلنا نعرف طبيعة الطيور، المكان اللي يقدر يشرب به. مو أني شفته، أني جربت فترة مال هامستر اللي يطلع قطرة قطرة،
صدقوني الطير يتعلم يضع منقارة وما يطلعها يسبح بيها وهيجي يوسخ القفص. وأنا بعمري ما قدمته ويا مي، بعمري ما قدمته ويا مي، أقدمها فقط ويا الباتية. بس مثل ما قلت هو أفضل لما يكون عندك الكسكس. وليش كسكس؟ لأن أنا من قبل أتوقع وجميعكم تعرفون أول ما جاب الروس للعراق أنا جبتها بسنة 2000 أتوقع 11 لما فتحت المعرض مع سليمانية، وبعدها ب13 جبت يعني أغلبية المرابين أخذوه. بس الروسك هو مجرد بسكويت، يعني مجرد نوع حتى تعطي الرطوبة للباتية. بعدين ظهر بإيطاليا استخدموا مربيين الكسكس بها الكالسيوم مغنيسيوم، يعني كثير من الفيتامينات، وهاي أفضل وأرخص واقتصادي أكثر. عابد حسن طرحت شيء مهم كالسؤال: هل تقدم خلطة البذور بشكل أقل بعد اللي أعطيه اللون المرغوب واللي يخليه اثنان القفز؟ ما أظن لأن الأنكور الجذاب واكيد طبعا. عابد انا ما احتاج هذا الشيء بصراحه، مو بس اني، جميع المربين اللي يربون الطيور ما يسوون هاي الطريقه. ليش قلنا؟ لان الطيور متعودين، احنا نخلي هالقد يعني هم ياكلوه. هو افضل طريقه انه يوميا تقدمه، يعني يوميا بالليل تسحبه، ويوميا وانتم تعرفون لما تخلي شيء جديد الطيور ياكلها فورا. واحنا نقدمها حتى اشوف كم، مع العلم ان اقفاص مال السيسكن بعد ما نظفته، يعني شغل كثير بصراحه السيسكن موجود.
اتوقع عفوا، اني ضغطت على شو اسمه على مايكروفون اردت احول شو اسمه احول الكاميرا هاي قلت تعطي ويا 7 جرام ريد فاكتور و10 جرام من هاي ويطلع لون خرافي يعني. من محمية اعتذر. انا قلت اللون دقيقة، ما أرد أروح أجيب كناري بس فكرت ما عندي قفص هنا بتجوعني هسه، وقلت ما أخليه بقفص هناك، بس مرة جاية أجيب لكم الكناري الأحمر اللي موجود عندي. بس الصوت موجود الآن. الحمد لله. يعني أروح مرة ثانية غرفة السيسكن. كان قصدي لما دخلت هنا قلت بعد هنا ما منظفين اللون الأحمر للسيسكن هذول بعد مرحلة القلش. شوف اللون ما شاء الله. طبعا هاي الأقفاص تشوفونها وسخ إن شاء الله، جاي سرة مالتهم للتنظيف. وهاي أيضا فراخ. يوميا، قلت يوميا قبل ما أطفي النور أسحب هاي المأكليات. إذا احتاجت أنظفها أو أغسلها بالصبح يكون جاهز، وأقدم يومية جديد ويا الكسكس. وهاي كله موجود عند كل الطيور. هيجي جديد يعني أول ما أخلي يعني يجون الطيور فورا يبدأون الأكل. هاي الأقفاص طبعا بعدي ما مكمل، لأن عديلي جاي من أربيل قبل يومين. أي سؤال عن الأقفاص خدمتكم. مع العلم أني قلت أسوي لايف لكم خاص للأقفاص، إن شاء الله نسوي لايف عن الأقفاص أي يعني يكون أفضل، لأن حتى يكون راسي انكسر. لا بعد ما انكسر. إن شاء الله أخ مصطفى، هو كسكس شيء يعني أيضا ثورة بالنسبة لتربية الطيور بأوروبا. طبعا هو أكل مغربي، أكو أنواع 20-25 نوع، لكن أفضل ما هو موجود حسب تجربة المربيين اللي هو أفضل كاستعمال نوع واحد هو كلش ممتاز. وبالنسبة للروسك، إذا تلاحظون أي واحد عنده روسك الآن، أي واحد خذ الروسك وشمه لأن الروسك مشكلة.
إن شاء الله أخ عمر نسوي بس خاص إن إذا تريدون باكر نسوي لايف عن الأقفاص. الكسكس هو شيء راقي لأن قلنا موجود بها كالسيوم بها، بس أشوف نقرأ عنه. الروز هو فقط بسكويت موجود به الطاقة، بها الدهون طبيعية، بها كربوهيدرات، بها بروتين، بها نسبة قليلة من الملح أيضا، وشيء راقي جدا مكتوب. كسكس هو مثل ما قلت كل الطيور، جميع أنواع الطيور من غير استثناء، حتى المعكوف المنقار هو أفضل شيء. يصير مأكلية داخل قفص، ما عندك مشكلة عمر. أهم شيء هاي أسهل وأفضل وتعامله سهل، يعني سريع وسهل، وما تدخل إيدك بالقفص حتى يعني تزعج الطيور. هو خارجي تطلع أو تدخلها، ما تدخل إيدك بالقفص. إن شاء الله إخوان يكون مثل ما تفضل يعني طلب أخ عمر. اللايف الجاي إن شاء الله يكون عن الأقفاص، لأن موجودة أقفاص جو يعني بالخارج، نقدر أيضا نتكلم عن هاي الأقفاص، لأن هاي الأقفاص مثل ما قلت ما أعرف بها موضوع. أنا صار لي من سنة 2014 فتحت الكاردينال، فقط جبت الأقفاص اللي كان شبه هاي من تركيا، وأني بنفسي تكلمت بعدها عن هاي الأقفاص بأنه ليس جيد، لأن المشكلة كان بها ثقوب كثيرة يدخل بها فاش وبعد ما تخلص منه. المشكلة أخ سيد مصطفى التيك توك بصراحة هاي اليومين ما أقدر، لأن عندنا جاي عندنا عديل من أربيل، هاي المشكلة. بس إن شاء الله بيا خير، نشوف يعني مجال بالليل أفضل نسويه. بس إحنا نريد لايف السيد مصطفى يبقى بالتيك توك، ما يبقى يعني نروح بعد. جاي من صح جاي ناخذ طار. إن شاء الله بيا خير. أعزائي أتوقع بعد ماكو أسئلة، إن شاء الله نلقاكم باللايف القادم. وجو عندنا كلش حار، لازم أكمل الأقفاص خاصة بالخارج والجو، يعني عندي 3 أماكن موجود بها الطيور. أشكركم جميعا وأعتذر عن أي تقصير. أنا أشكركم على ثقتكم بنا، وإن شاء الله نتواصل بشكل مستمر. مع تحياتي لكم جميعا، وأتمنى لكم يوما سعيدا. مع السلامة. ويوم يعني يصير جو بيه شوية ألطف من اللي موجود عندنا أيضا، كلش حار. مع ألف السلامة.